السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أيها الكرام، حديث للنبي صلى الله عليه وسلم استوقفني كثيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هذا الحديث رائع جدا. هذا الحديث يطمئن كل مظلوم. إياك أن تحسب أيها المظلوم أن حقك ضاع، أبدا. إياك أن تحسب أن العقوبة بعيدة عن الظالم، أبدا. إياك أن تحسب أن الظالم سيهنأ وأن ظلمه سيستمر، أبدا. إياكم أن تحسبوا أن الدماء التي تراق بدون وجه حق ستضيع هكذا، أبدا. إياكم أن تحسبوا ذلك أبدا. فالله سبحانه وتعالى يمهل الظالمين ولا يعجل عقوبتهم لحكمة يعلمها جل وعلا، حتى إذا ما أخذهم فجأة وبغتة. فيا كل من ظلمت، ويا كل من هضمت، ويا كل من ضاع حقك، ويا كل من تعدي عليك، ويا كل من أوذيت، يا كل من تشعر بالألم نتاج الظلم الذي وقع عليك، يا كل من تشعر بالجرح بأنك مجروح نتاج الظلم الذي وقع عليك، يا كل من تشعر بالمسكنة وبالضيق وبأنك لا ظهر لك ولا سند، اصبر وسترى العقوبة تحل بالظالم عاجلا أم آجلا. إن الله ليملي للظالم، إن الله ليملي للظالم، يؤجل عقوبته، يؤجل هلاكه، لا يعجل بهلاكه. فإذا أخذه لم يفلته، أخذه بغتة، أخذه فجأة، ليكون عبرة لمن يعتبر، وليكون عظة لمن يتعظ. ووالله نحن في زمان بلغ فيه الظلم مبلغا، والله بلغ فيه الظلم مبلغا، عم الظلم حتى ظن الظلمة أنهم قد تمكنوا وتحكموا. هيهات هيهات ورب الكعبة، سيهلكون عاجلا أم آجلا. رسالتي لكل مظلوم استشعر قساوة الظلم الذي وقع عليه: اصبر وسترى العقوبة في الظالم. ثم الرسالة الثانية: أحذر غاية الحذر من الظلم. إياك أن تظلم، إياك أن تظلم أحدا في عرضه، إياك أن تظلم أحدا في شرفه، إياك أن تظلم أحدا في سمعته أو في ماله، أو أن تسلبه ماله أو في نفسه. إياك أن تظلم أحدا أبدا. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. اتقوا الظلم يا عباد الله. إياك أن تظلم، إياك أن تلقى الله جل وعلا وأنت ظالم. اليوم استسمح من ظلمته، اطلب منه السماح. إذا أخذت مالا ليس لك، رد المال إلى أصحابه. إذا تكلمت في عرض أحد، اطلب منه السماح. إذا اغتبت أحدا، اطلب منه السماح. لا تخجل في أن تطلب السماح قبل أن تؤخذ المظلمة منك في الآخرة. يا كل مظلوم، ويا كل مجروح، ويا كل من أوذي، اصبر وسيأتي حقك في الدنيا قبل الآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل العدل ومن أهل القسط، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.